مساء الخير، اهلا بحضراتكم جميعا متابعين قناه الحقيقه مع بدران. اهلا بكم وكل عام وحضراتكم بخير. نحن على مقربه من انتهاء الشهر الكريم وبانتظار عيد الفطر المبارك، اعاده الله علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بكل خير وبركات. قمنا خلال اخر 48 ساعه على خبر مفزع، وهو حرب او بدء حرب داخليه في السودان، وستؤدي إلى حرب أهلية مما يفزع العرب والمسلمين والشعب المصري والشعب السوداني. إيه سبب ذلك؟ وإن في قوات مصرية داخل قاعدة اسمها قاعدة مروي بالسودان، وهذه القوات قوات مقاتلة. إيه سبب تواجدها؟ وإيه آه علاقة الإمارات وعلاقة روسيا بهذه القوات، وايه هي سبب الحرب؟ تعالى عشان احكي لك واقول لك الوضع ايه، وايه السبب، وايه سبب وجود هذه القوات، عشان الاغلبية العظمى مننا لا يعلم ما يدور وما اسبابه. اولا هقول لحضرتك على حاجة، ان في ميليشيات مسلحة موجودة في السودان، اسمها الجنجويد دي عبارة عن قوات غير شرعية مسلحة موجودة في السودان بقيادة حد اسمه محمد حمدان بوقلو الشهير بحمدي. ايه سبب وجوده وما سبب نشأته وتواجده حتى الآن؟ هقول لحضراتكم ان السودان فيها قوتين عسكريتين. القوة الأولى قوة شرعية، وهي الجيش السوداني أو الجيش النظامي السوداني اللي كلنا نعلمه وبنتعامل معاه بقيادة البرهان أو عبد الفتاح البرهان. القوة الثانية قوة مسلحة، وهي عبارة عن ميليشيات ولا تتعامل معها الدول، ولكن هي قوة منافسة للقوات النظامية. ايه سبب وجودها؟ هقول لحضراتكم ان ايام الرئيس المخلوع عمر البشير واثناء حرب دارفور الداخليه في السودان، الرئيس الاخواني المخلوع اللي تسبب في انقسام السودان استعان بمحمد حمدان بوقلو في الحرب داخل دارفور، وانتصر بوقلو، وكانت يقال خسائر أكثر من نص مليون قتيل سوداني على يد الميليشيات المزعومة. ومن هنا ابتدت تنتشر أو تتكاثر أو يشتد عضودها اللي هي القوات الميليشيات المسلحة. طيب، القوات دي بالنسبة للقوات اللي هي الميليشيات ايه سببها؟ تمام، او ايه منبعها؟ طيب، فضلت القوات دي وابتدت تتكاثر وتكتر وتشتد وتصبح قوة مناهضة او موازية للجيش السوداني النظامي، وانسبوا اليها عمل او انسبت الى نفسها عمل زي قوات انتشار سريعه ومقرها دارفور. تمام. طيب، القوات المصريه بتعمل ايه في السودان؟ وايه سبب القلق العربي والمصري والقوات المسلحه والشعب المصري على القوات المصريه المتواجده في السودان؟ القوات المصريه المتواجده في السودان موجوده بطريقه شرعيه، عباره عن مناورات وتدريب مشترك بين القوات المصرية والقوات السودانية اللي هي الجيش النظامي السوداني داخل مقرها داخل قاعدة اسمها قاعدة مروي في السودان، عبارة عن 5 طائرات طراز ميج 29 الروسية، وعبارة عن قوات خاصة من قوات الصاعقة المصرية وقوات مشاة، وعبارة عن قوات قتالية متكاملة للتدريب. طيب، فجأة كده بصينا لقينا محمد حمدان بوقلو ده راح جاي جنب القاعدة دي وراح محتل حتة أرض، وقال لك أنا هنشئ هنا قوات عسكرية جنب القاعدة اللي هي قاعدة مروي. طبعا فين الجيش السوداني من هذا الوضع؟ الجيش السوداني ابتدى يستنفر، او قائد الجيش السوداني البرهان او المتحدث العسكري السوداني، ان الوضع ده وضع سيء، وهنا سيجلب البلاد الى حرب، او هيدخل السودان الى حرب ولا انقسامات او الى انقسام، لان السودان انقسمت قبل كده في عهد البشير. وما يفعله او ما تفعله قوات محمد حمدان بوقلو او الجنجويد
يسبب لاحقا إلى انقسام السودان. معنى كلمة الجنجويد معناها أن من يمتطي على فرس أو جمل ويحمل رشاش، هذا كلمة الجنجويد. عبارة عن قوات برية مقاتلة، ولكن نفوذها توسع وتسليحها أصبح قوي ويناهض أو يوازي الجيش أو القوات النظامية السودانية. طيب فجأة قال لك أنا هعمل هنا قاعدة، مما أثار الذعر في السودان أو القوات السودانية، وراح طالع متحدث من اسم من داخل هذه القوات، وكلم قناة الجزيرة وقال لهم إن القوات المصرية احتلت قاعدة مروي السودانية وبقالها سنتين، وهوب راحوا محتلين، راحوا محاصرين قاعدة مروي اللي فيها القوات المصرية. ده طبعا مشكلة للشعب المصري وللجيش المصري، وأفزع القيادة المصرية والوضع العسكري السوداني. طب السودانيين، طلع الجيش السوداني قال لك ان وجود هذه القوات ليس احتلالا، وانما هو تدريب مشترك بين القوتين. طيب هنا بنقول ان الميليشيات اللي هي ميليشيات حمتي او الميليشيات المسلحة اللي هي الجنجويد اصبحت دخيلة ولها ثقلها امام الجيش او القوات النظامية السودانية. اذن لو قام الجيش السوداني بالقتال ضد هذه القوات، هنا ستحدث حرب اهلية داخل السودان. سيبك من ده كله، احنا كل قلقنا وكل موقفنا ان احنا قلقانين على القوات المصرية اللي داخل السودان وبتعمل ايه. طيب مين اللي دفع هذه الميليشيات للقيام بهذا العمل المدمر والمخرب اللي هيدخل السودان في مشكلة؟ طبعا القوات دي معروف ان هي موالية لأثيوبيا، وأثناء حرب السودان مع أثيوبيا على الحدود، وكانت أثيوبيا تقوم بقتل العديد من القوات السودانية على الحدود أو الشعب السوداني، لم تتدخل هذه القوات. النهاردة انتشروا بحجة ان هم عايزين يسيطروا على الامن وعلى الهجرة الغير شرعية وعلى قطع ذراع الجيش المصري من داخل السودان. اذا هناك فتنة بحجة ان مصر تحتل هذه القاعدة منذ سنوات. طيب لما هم حصروا هذه القاعدة اللي هي قاعدة مروي، قامت القوات السودانية بمحاصرتهم، راحوا هم بعتوا قوات تانية حصروا القوات النظامية السودانية. إذا بقت أصبحت عبارة عن 4 دوائر. الدائرة الأولى في النص اللي هي قاعدة مروي، الدائرة اللي داخلها القوات المصرية الشرعية، الدائرة الثالثة أو الثانية راح القوات اللي هي الميليشيات. الدائرة الثالثة اللي هي دائرة القوات السودانية. رجع جاب قوات وراح محاصرهم، بقى عبارة عن 4 دوائر قتالية حول قاعدة مروي. إذن هناك قلق على القوات المصرية، وهناك اتصالات مكثفة من القيادة المصرية والجهات المعنية على إخلاء قواتنا المسلحة من داخل هذه القاعدة بأمان، وإلا ستتدخل مصر لمساعدة القوات النظامية. طب لو مصر ساعدت القوات النظامية ساعدت القوات النظامية السودانية، هنا ستكون حرب بين قوتين عسكريتين داخل السودان، وستتعرض السودان إلى حرب داخلية أو حرب أهلية. ربنا يحفظ إخواننا السودانيين ويحفظ الشعب السوداني. ونرجع نقول برضو إن في هناك تنظيم داخل السودان مما يثير أو يساعد في عجلة قيام الحرب الأهلية. تنظيم سياسي داخل السودان بينتمي إلى أمريكا ولأثيوبيا، اسمه لجان المقاومة. بيقول إن مصر احتلت هذه القاعدة ويحاول يشعل الفتنة داخل القوات المسلحة السودانية بينها وبين قوات الميليشيات وبين الشعب السوداني والقوات المصرية. المهم إن النهاردة هم يريدوا تقسيم السودان ويريدوا قطع
هذه القوات أو الميليشيات يريدوا تقسيم السودان ويريدوا قطع القوات، قطع يد القوات المصرية من داخل السودان لصالح الوضع الأثيوبي. طيب، الجيش السوداني بأكد ان القوات المصرية تحت سيطرته، اللي هي داخل القاعدة تحت سيطرته وحمايته، ولكن مصر لم تقف مكتوفة الأيدي. مش هنفضل واقفين نتفرج عليهم وعلى الوضع القائم ونشوف هم هيعملوا ايه، هل قواتنا هتمس بسوء او هتتدخل او هيتم الاعتداء عليها. لا، النهاردة مصر بتحاول ايجاد حل مناسب لفك هذا النزاع وهذا الالتفاف الذي تم بين القوات السودانية وهذه الميليشيات لخروج القوات المصرية بأمان، وإن شاء الله هيتم بأمان، لأن مصر دائما تتعامل مع هذه المواقف كلنا نعلم تتعامل بنجاح. وهذه الميليشيات لن تؤثر على علاقة مصر بالسودان أو بالشعب السوداني. طيب، بنقول مين اللي ممكن يضغط داخل الإمارات إيه وروسيا؟ مين اللي ممكن هنا بقى يضغط على هذه القوات للتراجع أو للانسحاب؟ اللي ممكن يضغط على هذه القوات بالتراجع أو بالانسحاب هما دولتين، روسيا والإمارات. طب ليه الإمارات؟ معناها الإمارات مش معنى إن الإمارات يا حضرات بتدخل في الشأن السوداني أو الشأن المصري، لا، الإمارات لأن الإمارات استضافت من يتزعم هذه القوات اللي هي القوات الجنيدي اللي هو حمتي، استضافته أكتر من مرة وبتدعمه ماديا، ولكن ما بتدعموش ضد الجيش ولا ضد القوات المصرية. فلذلك هتكون هنا الإمارات لها كلماتها. الوضع الثاني القوات أو إن روسيا، ليه روسيا؟ لأن روسيا لها عبارة عن قوات متواجدة داخل السودان، وهي قوات أو ميليشيات فاغنر التي تؤمن مناجم الذهب والماس اللي في السودان. قوات كبيرة متواجدة ولها ثقلها ولها قواتها العسكرية. يعني هنا روسيا أو الإمارات هما الدولتين الوحيدتين اللي ممكن يفضوا هذا النزاع إذا تدخلوا. وكانت زيارة أو لقاء اتصال قريبا بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد والإمارات الشيخ محمد بن زايد، وأعتقد كان هناك الحديث عن هذا الشأن. طيب، هناك دعم أثيوبي لهذه القوات أو الميليشيات اللي هي القوات السودانية، دعم أثيوبي بين لقطع التواجد المصري. الخلاصة أقولها لحضراتكم إن هناك ومن المؤكد وما نضحكش على نفسنا إن من يريد قطع يد مصر من أفريقيا ومن السودان للإطاحة بالقضية الأثيوبية المصرية السودانية، وأعتقد هذا لن يحدث، لأن مصر لو ساعدت بقوة 10% مساعدة عسكرية أو 5% للجيش السوداني أو تدخلت ستنهي على هذه الميليشيات خلال 48 ساعة. ولكن مصر لن تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، ونحن نتعامل ونتصل الآن أو مصر تتعامل وتتصل مع القنوات القانونية اللي هو الحكومة السودانية وليست الميليشيات أو الجيش السوداني. حفظ الله مصر والسودان والشعب السوداني، ومهما كانت هناك من فتن ومن مخططات للإطاحة بالقضية السودانية المصرية الأثيوبية اللي هي سد النهضة، لن يحدث ولن يكون. هذه كانت محاولة، وأعتقد ستكون، بل ومتأكد مش أعتقد، إنها محاولة فاشلة من قبل المشجعين والممولين والمغرضين لضرب استقرار مصر والإطاحة بحقوق مصر في أثيوبيا أو سد النهضة أو نهر النيل. حفظ الله مصر، وطول ما عندنا جيش مصري قوي حق مصر عمره ما هيضيع. نتمنى للشعب السوداني الهدوء والتريث والوصول إلى ما يرضي كل الأطراف من هذه الميليشيات
بين هذه الميليشيات المسلحة وبين القوات النظامية، وحفظ الله مصر والسودان والأمة العربية، وكل عام وحضراتكم بخير. بعتذر للإطالة.